رجعنا لكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 ومتابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بويار عربي لنكمل فقرات عطر الصباح. وصلنا على فقرة الحوارية. مثل ما بنعرف كلياتنا نحن بشهر أكتوبر، يعتبر شهر أكتوبر من كل عام الشهر العالمي الخاص للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، ويصيب هذا المرض حوالي 2 مليون امرأة حول العالم سنويا، ويعد أكثر أنواع السرطان المسببة للوفيات بين النساء. للحديث حول هذا الموضوع ستكون معنا عبر الهاتف فاطمة عبد الله، مديرة مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي بقامشلو. بداية صباح الخير سيدة فاطمة. صباح الخيرات، يا أهلا وسهلا. لو نتحدث بداية عن مركز الكشف المبكر لسرطان الثدي بقامشلو والذي افتتح قبل عامين وآلية عمل هذا المركز. طبعا مركزنا افتتح قبل سنتين مثل ما ذكرتي، مهم. بأكتوبر 2019. مهم. الغاية من فتح هذا المركز إنه نقضي على سرطان الثدي، لأنه بالفترة الأخيرة كتير انتشر عنا لأسباب كتيرة، منهم إنه ما في وعي عنا عند نسائنا إنه كل سنة أو سنتين يساووا فحص دوري. مهم. في من أسباب إنه الوضع المادي ما بيسمح لهم إنه يعني إذا صار عندهم شيء إنه بيروحوا على الدكتور أو يطمنوا على حالهم. لهيك فتحنا هذا المركز، خدماته كامل مجانية. مهم. عنا أجهزة كشف مبكر على سرطان الثدي. مهم. في عنا دكتور مختص بالأشعة هو اللي يفحص المريضة وبيكشف بشخص المرض. مهم. في عنا فنيين أشعة بيصوروا تصوير ماموغرافي. مهم. في عنا مثقفة صحية تقعد مع كل مريضة قبل ما تفوت على التصوير. مثل ما بتعرفي إنه هذا المركز مركز حساس، كل حدا بيجي لعنا بيكون خايف متوتر. صحيح. هاي المثقفة الصحية بتقعد معهم، بتدعمهم نفسيا، مهم. بتعلمون عن الفحص الذاتي قبل ما يفوتوا على التصوير مشان بتفوت وهي مرتاحة. مهم. الإحصائيات التي وثقها المركز بالنسبة لمرضى سرطان الثدي. إحصائيات عنا بالمركز، من أول ما فتح المركز لحد الآن، مهم. 40 مريضة سرطان نعم. ومنهم واحد ذكر. مهم. الأجهزة طبعا المتوفرة. في نعم تفضلي. طبعا في حالات متابعة وشك، يعني لسه في عنا حالات عم نتابعهم، عم نتواصل معهم. لسه مهم. يعني مو متأكدين إذا سرطان ولا لا، يعني في حالات قيد المتابعة. مهم. الأجهزة المتوفرة لدى مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي. الأجهزة المتوفرة عنا حاليا ماموغرافي وإيكوغرافي، هدول الجهازين يلي بيكشفوا سرطان الثدي. مهم. بداية يعتبر سيدة فاطمة شهر أكتوبر هو شهر توعية النساء بسرطان الثدي. نشاطكم في هذا الشهر تحديدا. نشاطاتنا بهذا الشهر، بنوزع بروشورات على مثلا وقاية من سرطان الثدي، أعراض سرطان الثدي، مهم. مشان يصير وعي عند نسائنا، بيعرفوا مثلا إيش هي الأعراض، كيف بدها تفحص حالها فحص ذاتي، نعم. بيعرفوا مثلا الوقاية. يعني بنحطهم على شكل بروشور بنوزع. مهم. وبالمركز كمان بنساوي جلسات تثقيف صحي، بنعمل مثل محاضر على سرطان الثدي. مثلا بنجمع النساء وبنعطيهم محاضر على سرطان الثدي، مهم. سواء بالمركز أو خارج المركز. طبعا هاي المحاضرات مو بس بشهر أكتوبر بنعملها، نعم. دائما إذا في مثلا بيجوا لعنا مرضى كتير بنجمعهم بالقاعة الانتظار وبنعطيهم المثقفة الصحية بتعطيهم محاضرة على سرطان الثدي. مهم. وبهديك السنة سوينا لمرضى سرطان الثدي، جمعناهم هون بالمركز. مهم. عملنا لهم حفلة دعم نفسي، جبنا لهم هدايا يعني هيك مشان يطلعوا من جو المرض. مهم. آه، يعني حفلة دعم نفسي، وإن شاء الله بهذا الشهر كمان عم نفكر نرجع نساوي حفلة لمرضى سرطان الثدي. مهم. أهم الإرشادات والنصائح التي تعملون على نشرها وتقديمها للمرأة خلال هذا الشهر. طبعا أهم شيء نعم. المرأة البالغة مهم. لازم تتعلم على الفحص الذاتي. أهم شيء بنعلمون على الفحص الذاتي، مهم. وبنوصلهم فكرة إنه يعني لازم كل سنة المرأة اللي بتصير عمرها فوق 40 لازم كل سنة أو كل سنتين، حسب وضعها، إنه تساوي فحص دوري ماموغرافي. مهم. آه، ب-
يعني بنحكي لهم على سرطان الثدي، الأعراض، الوقاية، يعني نحكي كل شيء يعني مطلوب على سرطان الثدي. مهم. الشهر الوردي، لماذا سمي بالشهر الوردي وتحديدا شهر أكتوبر؟ هذا الشهر أكتوبر، طبعا هذا الشهر كانت المبادرة العالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي في أكتوبر ب 2006. مهم. يعني وكل شغلة في له شعار خاص بقى هاي بهذا شهر أكتوبر. وعلى مرض سرطان الثدي اختاروا اللون الزهري مهم. أو الوردي كشعار لهذا المرض، يعني هو لون بيمثل النساء. مهم. إذن ما هو مرض سرطان الثدي؟ ما هي أعراضه وأسبابه؟ السرطان هو بيتكون بسبب تغيير في عمل ونمو الخلايا المكونة لأنسجة الثدي. مهم. يعني بصير تغيرات بالخلايا بحيث ما عاد تقدري تسيطري على هالخلايا، يعني بصير تزايد كبير بالخلايا. مهم. فبالتالي يتحول إلى سرطان الثدي. مهم. قلت لي أعراضه بس تعيدي لي وأسبابه. سؤال. أعراضه وأسبابه. أعراض سرطان الثدي طبعا في المرأة يعني تكتشف 50% أعراضه عندها بالبيت من خلال الفحص الذاتي. بس تعملوا لحالها بالبيت هذا الفحص الذاتي بعد الشهر الدورية بأسبوع المرأة يعني بتعمله بالبيت لحالها. آه، مثلا طلعت كتلة بالثدي، كتلة تحت الإبط. طبعا الكتلة السرطانية بتختلف عن الكتلة السليمة. مهم. الكتلة السرطانية صفاتها أنه بتكون قاسية، مو دائرية وما بتتحرك. هي السليمة؟ آه، لا، هاي السرطانية. ممكن ترجعي تعيدي لو سمحتي؟ الكتلة السرطانية صفاتها أنه قاسية وغير متحركة وغير دائرية. تمام. مم. يعني مهم. بتختلف صفاتها عن الكتلة السليمة. الكتلة السليمة بتجي دائرية بتتحرك وبتكون مؤلمة، مهم. ودائرية بتجي. مهم. وما هو أسباب هذا المرض؟ طبعا لحد الآن ما في سبب معين إنه بيعطيك إنه رح يطلع معك سرطان الثدي، إنما في عوامل تؤدي إلى سرطان الثدي. مهم. مثل الوراثة مثلا، إذا كان في بالعيلة سرطان، مو شرط سرطان الثدي، غير سرطانات كمان. هون في احتمالية للإصابة بأي سرطان مهم. ومنهم سرطان الثدي. تعرض للإشعاعات، تقدم في العمر. طبعا يعني التقدم في العمر يعني بيعطي احتمالية لأي مرض ومنهم أمراض سرطان الثدي. نعم. البلوغ المبكر، مهم. عدم الإرضاع، مهم. تناول الكحول، التدخين، مهم. التأخير في انقطاع الطمس، إصابة سابقة بالأورام الخبيثة. يعني بتكون في مرة مثلا عندها إصابات سابقة بأورام، يعني في احتمال ترجع لها. مهم. التأخير في الحمل بعد عمر 30. نعم. يعني هدول الأسباب بشكل عام يعني عوامل تؤدي إلى سرطان الثدي. ما فينا نقول إنه هدول أسباب أكيدة. مهم. تحدثنا عن مرض سرطان الثدي، نتحدث عن ما هو الورم السرطاني، ما هي درجاته ومراحل انتشاره؟ الورم السرطاني مثل ما حكينا عنه هلا، انه بيتكون بسبب تغيير في عمل نمو الخلايا. مهم. هون ما بنقدر نسيطر عليه، بس تزداد الخلايا وبالتالي يتحول إلى سرطان الثدي. مهم. مراحل سرطان الثدي طبعا من 0 يبلش ل4. مهم. المرحلة الزيرو اللي بنسميها هو السرطان الغزوي. مهم. يعني بيكون محصور في القنوات الناقلة، يعني هو سرطان بيكون موجود بمكان معين، يعني ما بينتشر. أها. يعني بهاي الحالة فينا مثلا إذا نعالجه أو نشيله، بنشيل بس الكتلة مثلا، ما نشيل الثدي كامل. يعني أها. هون بتكون بمراحله الأولى. نعم. يعني وكل ما بيزداد بمرحلة، مثل المرحلة الأولى والثانية والثالثة، كل ما بيزداد خطورة أكثر. المرحلة الرابعة هي المرحلة الأخيرة. مهم. هو سرطان الثدي النقيلي، يعني بيكون سرطان قد انتشر إلى أماكن أخرى بالجسم. أها. تحدثي عن الفحص الذاتي قبل قليل، حبذا لو تشرحي لنا عن كيفية الفحص المنزلي. الفحص الذاتي أول شيء
طبعا قلنا بعد الدورة الشهرية بأسبوع كل مرة بالغة لازم تساوي هذا الفحص، مهم. يعني باستمرار تساوي. مهم. أول شيء بتوقف على المراية هو الفحص بالنظر مع التأكيد على تناظر الحجم، حجم وشكل ولون واتجاه الحلمة. يعني بتشوف الثدي عنده متناظر، بتشوف مثلا الثديين نفس الحجم ولا لا. مهم. إذا صار مثلا ثدي أكبر من ثدي هون بتستشير الدكتور، بتشوف شكله ولونه إذا متغير لونه ولا لا، بتشوف اتجاه الحلمة عنده. مهم. آم، يعني بتفحص بإيدها بالثدي كامل تشوف إذا في كتل ولا لا، بتفحص تحت الإبط، مهم. بتشوف الحلمة تبعها مثلا تعصرها شوي تشوف إذا في إفرازات ولا لا. يعني إذا شافت الأعراض هدول الأعراض اللي حكينا عنها بتستشير الدكتور. طبعا مو كل الأعراض اللي حكينا عنها، يعني مو شرط إذا شافت عندها بيكون سرطان ثدي، احتمال أها. يكون في أمراض سليمة كمان. أو ممكن تكون بس كتل إنه ليفية، ممكن أوقات بيقولوا إنه إيه، كتل ليفية. أها. ممكن تكون كتل، ممكن مهم. تكون كيسات. أها. يمكن مثلا القنوات الحليبية عندها بتكون متوسعة، يعني في كتير أمراض سليمة. نحن أها. بنقول إنه لازم فورا تستشير الدكتور، لأنه كل ما الواحد بيسأل على حاله أكتر كل ما المرض بيسهل والعلاج بيسهل أكتر. مهم. والكتل اللي فيها هلا مثلا هي كتل سليمة، بس إذا أهملت حالها وما سألت على هالكتل وما تابعت حالها، مهم. احتمال إنه الكتل تتحول اللي فيها الكتلة تتحول إلى لكتلة سرطان. سرطانية، صح. إيه. كيفية الوقاية من الإصابة من سرطان الثدي سيدة فاطمة؟ الوقاية أول شيء قلنا أهم شيء هو إجراء الفحص الذاتي كل شهر. مهم. لأنه من خلال الفحص الذاتي فيك، يعني إذا عندك شيء بالثدي فيك تكتشفيه بكير، وبالتالي العلاج بيكون أسهل. مهم. امتناع عن التدخين، عن الكحول، عدم التعرض المفرط للشمس. يعني باليوم مثلا من 10 دقائق ل 15 دقيقة الواحد يتعرض للشمس بيكون منيح. مهم. مراقبة الوزن الزائد، الغذاء لازم يكون صحي. نعم. الإرضاع الوالدي مثل ما ذكرنا، إذا الإرضاع ما يكون طبيعي هون في احتمالية لسرطان الثدي. مهم. الإرضاع منيح للمرأة ومنيح للطفل كمان. مهم. عدم الإجهاد والعمل الليلي. تناول فيتامين دي منيح لسرطان الثدي. مهم. آه، التحرك للساعتين كل يوم، يعني الرياضة منيحة لهالشي. مهم. أسيطر على التوتر. وطبعا ضرورة الكشف الدوري اللي هو فحص الماموغرافي. مهم. المرأة اللي عمرها فوق 40 لازم كل سنة أو كل سنتين تعمل هذا الفحص الدوري، حتى إذا ما عندها مشاكل بالثدي. مهم. تحدثت أيضا عن التقدم في السن. هل تقدم في السن يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي؟ أي أكيد، التقدم في السن هو احتمالية لجميع الأمراض ومنهم أمراض سرطان الثدي. مهم. أيضا تحدثت عن الوراثة. هل تعتبر الوراثة أهم مسببات للإصابة بسرطان الثدي؟ هو الوراثة يعني جميع السرطانات كمان. يعني إذا كان في سرطان بالعائلة لازم يعني كل نساء هاي العائلة، مو مثل النساء اللي ما عندهم أمراض سرطان ثدي، لازم هدول بالذات كل سنة يعملوا فحص دوري. أما في نساء ما عندهم وراثة بالعائلة، مهم. يعني فيهم كل سنتين مرة يساووا كمان عادي. بس المرة اللي عندها وراثة بالعائلة لازم نعم. كل يعني بيكون هاي الشغلات متعلقة بالجينات بالهرمونات، بيكون يعني مهم. نفس الجسم نفس الزمر. فوبالتالي إنه بصير في احتمالية للسرطان يعني بالعائلة إذا كان في سوابق عائلية. مهم. فاطمة عبد الله، مديرة مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي بقمشلو، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا لكم كمان. مكملين معكم مستمعينا ومتابعينا، ولكن بعد دقائق.